اكبر مفاجأة بالنسبة لنا، وبتكلم في حاجات كتير. يلا شوفوا الفيديو وانتظروا الحلقة كاملة على اليوتيوب وقولوا لنا رأيكم. واكيد طبعا انتوا عارفين دكتور وسيم السيسي هيكسر الدنيا في الحلقة دي. أنا سعيد جدا طبعا بوجودكم معايا، ومفيش أحلى من إن احنا نتكلم عن مصر وحضارة مصر وتاريخ مصر، ويكفي فخر كبير لنا إن احنا مصريين. والدليل على هذا إن 86.6% من المصريين والمصريات يحملون جينات من أسرة توت عنخ آمون. الأجمل من كده كمان أن 97.5% من المصريين والمصريات جينات واحدة، مسلمين ومسيحيين. وهذا دليل على أن احنا شعب واحد كان يعتنق الأمونية، واحنا لغاية النهاردة كلنا بنقول أمين، وهي من آمن أو آمون. جاءت المسيحية فاعتنقت مصر المسيحية، ثم جاء الإسلام فاعتنقت مصر الإسلام، باستثناء المسيحيين اللي موجودين دلوقتي. إنما هو شعب واحد. والجميل إن قبل البحوث العلمية اللي على رأسها مارغريت كاندل عالمة الجينات الأمريكية، وطارق طه، دكتور طارق طه عالم الجينات الكبير هنا عندنا في مصر، ومعاه سمية إسماعيل ويحيى زكريا، كلهم علماء جينات. دكتور طارق ده طلع حاجات رائعة جدا. هو بيشتغل على الجينوم المصري كمان دلوقتي. هو صديقي قوي يعني. وانا اللي ناقشت رسالة الدكتوراه بتاعته يعني بجد؟ سنة 16. حلوة. لانها كانت عن الجينات وكنا لجنة ثلاثية. وصل الى هذا قبل موضوع الجينات والدراسات دي كلها من 90 سنة فاتت. واحد مستعمر قال المشكلة في مصر ليس في غزوها، المشكلة في مصر هو كيفية الوصول إليها. طب إيه بقى؟ نادرا ما تجد شعبا متماثلا في شكله الظاهري، بل في طباعه وأخلاقه ومزاجه مثل الشعب المصري. مصر قال كده بالرغم من الغزوات الكثيرة التي مرت عليها طوال 2500 سنة، إلا أنه كان تغييرا في الحكام ولم يكن تغييرا في جنسية مصر. جامد يا دكتور. احنا قلنا لكم حاجات كتيرة قوي، يعني مش هنلحق نفاجئكم باللي احنا حاطينه في الحلقة. وهرجع واقول بجد اكتر جملة لفتتني هي together، دايما معاك. لازم نكون مع بعضينا بجد، لازم نحترم بعض، لازم نحب بعض، لازم نخاف على بعض. عمر ما كانت الحياة بالشكل ده اللي احنا عايشينها. فكان اكتر واحد هيتكلم عن الحياة قدماء المصريين ودلوقتي هو دكتور وسيم السيسي.